طبعًا لا يخلو الأمر أن هذه الزيارة بنحكي عنها بأثر رجعي، لأنه الموضوع انتهى مش مشكل يعني. مسلسل وصار وفيلم وشفناه نحكي عنه ونحلل شوي بعض التفاصيل يعني. نظام الجولاني وهي معلومة بيشتغلوا السفارات السورية في البلدان الأوروبية، في بلجيكا، في برلين، في بريطانيا، في باريس، في لندن، في واشنطن، الكل مستنفر. هذا الشيباني اللي في بداية وصوله لوزارة الخارجية كتب تغريدات على منصة إكس، وعلى أساس إنه عم يحكي بالكردي وكذا من القصص هي. وإيزا يعني هو من عشيرة المحلمية إيزا، فالمحلمية أصول أكراد، وهي طبقا للوثائق العثمانية يعني. هذا الشيباني وطبعا بإيعاز من الأتراك بالدرجة الأولى. هلا كثير بيلوموا القطريين والسعوديين، القطريين والسعوديين عليهم الصرف، بس الخبث واللؤم والدجل والدبلوماسي شغل الأتراك، مش شغل يعني الاقتصاد التركي لا يتحمل هذا الصرف المهول اللي بتصرفه قطر والسعودية على نظام الجولاني. يعني الاقتصاد التركي تعبان حاليا، في يعني معتل حاليا، فما عنده ال يعني الفائض لحتى يصرف على الجولاني وعلى جولات الجولاني وترتيب الأمور وشركات العلاقات العامة والتسويق للجولاني أوروبيا. وزارة الخارجية الجولانية مستنفرة للحدود القصوى لشيطنة قسد في التعامل مع الأوروبيين. هي معلومة يعني وصلتني من مصادر ثقة يعني لها اطلاع ومداخل في الدبلوماسية الأوروبية بشتى الوسائل، بيحاولوا يفككوا موضوع مخيم الهول ويعطوا ضمانات للأوروبيين، لبروكسل، لبرلين، لباريس، للندن، لواشنطن، انه نحن قادرين. ترى قسد عم تستخدم المخيمات داعش كورقة ضدنا، وورقة تعزز موقفها السياسي والدبلوماسي أوروبيا وأمريكيا، ونحن قادرين يعني القيام بما تقوم به قسد وعلى أفضل كمان. هي من جهة. فعملية الشيطنة والتأليب ضد قسد مستمرة على الأراضي الأوروبية وفي في أمريكا. زيارة الجولاني كمان الأخيرة حاول، وتوم باراك اللي هو يعني محسوب على وكأنه هو السفير التركي في واشنطن، مش السفير الأمريكي في تركيا، أو المسؤول التركي اللي ممسك بالملف السوري ومنطقة الشرق الأوسط، يعني مش المسؤول الأمريكي. يتعامل طبقا يعني للمنفعة والمصلحة التركية بالدرجة الأولى، وبعدين مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا واضح في خطابه يعني في أدائه. هذا توم باراك والجولاني والجهات الممولة والجهات المنظمة والداعمة الخليجية والتركية بالدرجة الأولى، يعني العقل المدبر، العقل الشيطاني المضب اللي بيدبر وبيزبط وبيضبط بوصلة نظام الجولاني، والعقل التركي. مثل ما ذكرت وأكرر، عملية الصرف والإنفاق خليجية، لكن الهندسة والترتيب والأمور هاي مش متروكة للخليجيين، لا، يعني هي في عهدة الأتراك والاستخبارات التركية قولا واحدا يعني. وأنا أعني ما أقول. فهن فشلوا في هذه حتى الآن فشلوا يعني. لم يستطيعوا إقناع الأوروبيين ولم يستطيعوا إقناع الأمريكيين. هذا لا يعني أنه قسد سوبر في الدبلوماسية، لا. قسد مع الأسف الشديد، وأقولها باللغة العربية، قسد فاشلة دبلوماسيا، حتى الآن فاشلة. والفشل الدبلوماسي القسدي في الولايات المتحدة الأمريكية
وفي أوروبا سببه تركي عن طريق أوجلان، عن طريق ضغوطات عبد الله أوجلان واتصالات عبد الله أوجلان ورسائل عبد الله أوجلان الذي يضغط على قسد، وبلغة التحديد التركي. مش بس الجولاني بيهدد قسد بالأتراك، لا، عبد الله أوجلان أيضا يهدد قسد بالأتراك ويحذر من مغبة وعواقب عدم الاندماج داخل نظام الجولاني بدون قيد أو شرط. يعني بكرة ومش في القريب العاجل راح نشوف أنه الحشد الجولاني والحشد الأوجلاني، طبعا اللي بيوافق أوجلان بهالمسعى في خندق واحد، والهدف والمستهدف القضية الكردية في سوريا، الحقوق الكردية في سوريا، المكتسبات والمطالب الكردية في سوريا. وأنا أعني ما أقوله. بكرة راح تشوفوا أوجلان ومهند القاطع وحسن الدغيم الشكيلات كلهم في خندق واحد ضد الكرد. وحتى الآن عمليا إن في خندق واحد، لكن لم تتوضح الصورة بعد للرأي العام الكردي اللي حاليا حتى الآن مخدوع بقصة أوجلان ومقاومة أوجلان وقيادة أوجلان. لا، أوجلان واضح في هذا المسار. وأشار الجولاني في معرض حديثه عندما انتقد قسد وهاجم قسد، أشار إلى رسالة أوجلان أنه هم غير مكترثين برسالة وغير ملتزمين برسالة أوجلان ومضمون رسالة أوجلان. هذا يعني أنه الجولاني مطلع على كلام أوجلان المرسل الموجه إلى قسد، والذي يطالب قسد بالاندماج الفوري والإسراع بالاندماج في الحكومة المركزية وترك المطالب القومية والفيدرالية والحكم الذاتي وكل هالتفاصيل. إذن نظام الجولاني لم يحقق هذا الإنجاز الجدي والخطير فيما يتعلق بشيطنة قسد لدى الأمريكيين، شيطنة قسد لدى الأوروبيين. لم يحقق هذا الموضوع، لكن عدم تحقيق هذا الهدف الشيطاني الجهنمي التركي المنشأ والتركي البوصلة والتركي المسعى والتركي المرمى، والأداة هو يعني نظام الجولاني ومسؤولي الجولاني هنا في الأراضي على الأراضي الأوروبية. عدم تحقيقهم لهذا الهدف الخبيث ليس مرده أنه والله الدبلوماسية القسدية ما شاء الله عليها يعني على سن ورمح. لا، الموضوع مع الأسف الشديد مش هيك. المصالح الأوروبية ما زالت تجد في قسد أنه هي القوة الأكثر انضباطا والأكثر التزاما والأكثر انسجاما مع الرؤية الأوروبية والرؤية الأمريكية لسوريا، متنوعة لسوريا، علمانية لسوريا، مدنية، فيها هامش من الديمقراطية إنجازات التعبير. يعني مش أكيد راح تشوف في مهند القاطع يعني إنه والله هو أو مين كمان، مش مهند، لا بنحكي مهند القاطع مسكين ماله يعني ما يعني مش محسوب على أي شيء. يعني المهم هاي النقطة كمان، هذا الفشل أنا أعتبره فضيحة في الديار الأمريكية وفي الديار الأوروبية.